أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم يا صحابي. النهاردة عندي ليكم حلقة مميزة جدا. النهاردة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. مين هنا بيحب العيد؟ أكيد كلنا طبعا يا صحابي. وفي صلاة العيد بنخرج كلنا بدري وبنكبر بصوت عالي مع الناس، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأهم حاجة في العيد يا صحابي إنك تفرح كل اللي حواليك وتسأل على قرايب وتواسي اللي زعلان وتدي من خيرك لكل اللي محتاج. عيد الأضحى بيعلمنا الرحمة والعطاء والإيمان. طب عارفين ليه عيد الأضحى اسمه كده؟ تعالوا أنا أحكي لكم يا صحابي. عشان بنضحي فيه وبنذبح خروف أو عجل أو جمل. طب انتوا عارفين الهدف من ده ايه؟ علشان بنفتكر قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لما ربنا أمر سيدنا إبراهيم إن يضحي بأغلى حاجة عنده وهو ابنه سيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم أطاع ربه وكان بينفذ اللي ربنا أمره بيه، لكن ربنا ده فدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم عشان نعرف إن طاعة ربنا أهم من أي حاجة. وعشان كده بنذبح خروف أو عجل في عيد الأضحى وبنوزع اللحمة على الفقراء والجيران عشان نسعد قلوبهم. فرحتنا مش باللبس ولا العيدية، فرحتنا كمان إن بنشوف الفقراء مبسوطين ونشارك اللحمة مع الجيران. العيد فرحة لكل الناس. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم يا صحابي. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات حكاية نور بإذن الله. توحشوني، مع السلامة. اللهم لبيك